يعني في لقاء غير تقليدي خالص. احنا قلنا من البدايه يعني المفروض نعمل مؤتمر صحفي، بس قلنا احسن حاجه نتقابل على الصحور مع بعض. انا عارف ان الناس كلها مشغوله. انا في البدايه بقدم لكم المجلس، وبعدين في خبر مهم جدا عاوز اقول لكم عشان الشائعات بدات تنتشر بطريقه ممكن تاثر على الناس. طبعا انتوا عارفين الدكتور حسن مبروك نائب الرئيس الاستاذ حسام عمر الشمالي، الاستاذ محمد نجيب، الاستاذ عبد موسى، والاستاذ ياسر يحيى في العمر، وطبعا عارفين الاستاذ محمد صغير المستشار القانوني، والاستاذ ابو العزيز نسيت انا ولو مقصود عن تنفيذ النادي الاستاذ رجب مدير المالي. هو الخبر الذي كنا عن سياده المحافظ بعد ما عملنا الجلسه، ده جلسه محترمه جدا، ويعني بصراحه كان جدول اعمال بسيط قوي، يعني ما فيش فيه كانت حاجات يعني صعبه، لكن بناء على سياده المحافظ فبيقول لي نده لي وكان في الخط بيقول لي ايه موضوع احمد الشناوي؟ وده الخبر اللي عاوزينكم تعرفوا لازم تكذبوه. احمد الشناوي ليس للبيع اطلاقا، ولا في اي تفاوض نهائي مع اي نادي، خصوصا النادي ده. عاوزين الولد يركز، وهو نفسه يعني بقول لكم انا باكد لكم لا في عرض ولا في اتصال ولا في اي شيء من جانب النادي ده. واحنا زي ما قلنا احمد الشناوي ليس للبيع داخل مصر. اولا ان هو هيلاقي احسن من كده ايه في النادي المصري، عنده احتراف في النادي المصري، حاجه الماديه مرتاح فيها جدا، والجو العام مناسب جدا، وعنده فريق بينافس، يعني بينافس. انا قصدي اقول لكم يعني ايه فريق بيلعب على مركز متقدم ان شاء الله في الدوري العام الموسم القادم. ده الخبر اللي انا كنت عاوز يعني. في عرض خارجي هتعمل بيه؟ مرسيليا اسبانيا ولا تليفون. بقول لك يا كابتن، هل توجد ثغرات في عقد احمد الشناوي؟ نهائي. مفيش اي ثغره زي بتاعت هاني سعيد او احمد؟ لا مش هاني سعيد. هاني سعيد ما كانش في ثغره، هاني سعيد كان عقد منتهي في نهايه هذا الموسم. احنا قعدنا معاه في شهر يناير وجددنا له سنه كمان. وهي حضرنا له شرط جزائي وهو كان رافض التجديد اصلا. فاحنا الحمد لله في عقد هاني سعيد عملنا مكاسب للنادي مش بالعكس. يعني لو عقده كان منتهي اصلا السنه، كان نفس الشهر ينطبق على احمد شريف جناوي، كان برضه عقده هينتهي بنهايه موسم 2010 2011. فاحنا دايما زي ما تعودنا ان النادي دايما بيكون سباق، بيكون خايف جدا عن لعيبته، وبنتكلم معاهم بدري جدا. احنا اخدنا محمود شاكر من الاتحاد فري ترانسفير. يعني قصدي اقول لك ان ما كانش هنقارن، حاليا ان احنا برضه شغالين على هذه العقود. الحاجه الثانيه بالنسبه لموضوع الشرط الجزائي اللي احنا بنتكلم عليه، يا جماعه ما تنسوش ان النادي من 18 شهر كان نادي محدد بالهبوط، وكان كل لعيب خايف فيه. لان برضه لما تقعد مع اللعيب غير لما بتسمع الكلام، الوضع مختلف خالص. الحمد لله السنه دي بالنسبه للعيبه اللي احنا جبناها كلهم الحمد لله مضوا، زي عبد العزيز توفيق وزي متشاكر وزي سعد سمير. ده اعاره دوبه سنتين اعاره. وايمن سعيد 3 سنين. مايكل مضى معانا 3 سنين. يعني عصام عبد العاطي احنا الحمد لله لعبنا الموضوع بخفيه جدا، وانتظرنا ان نادي الشرطه يستغنى عنه عشان تعرفين الموضوع تصور، لكن الحمد لله ده يعني هو بيتدرب معانا دلوقتي
وهو اساسي في النادي المصري. عوضه معانا وان شاء الله ربنا يوفقه هيعمل عمليه ان شاء الله في كامل. بالنسبه لحضرتك لعقد الرعايه الجديد، طبعا احنا عاوزين نتكلم في نقطه ان النادي المصري ان السنه دي عمل عقد رعايه مع شركه المانيه وده روسيه وده يعتبر اول عقد رعايه مع شركه اوروبيه او اجنبيه على تيشيرت لفريق كوره. بالنسبه لبقيه عقود الرعايه لحضرتك طبعا تبنتها من السنه اللي فاتت، دخلتنا في مرحله جديده من مرحله تطور في عمليه التسويق الرياضي، ودخلت خزينه النادي حوالي 7 مليون جنيه، وده كان سبق كبير عمره ما حصل في بورسعيد. كنا بناخد من وكاله الاهرام 1,200,000 2 مليون و200,000 ل 7 مليون. ايه الجديد في المرحله الجايه؟ حضرتك صرحت قبل كده ان عقد الرعايه ممكن يعدي 9 مليون 10 مليون. 12 مليون ان شاء الله. هو بالنسبه لعقد الرعايه يا جماعه احنا بعنا كمان امبارح الكوم اول مره تحدث النادي ب $50,000 ونقص ورق الدار في مكانين فوق وتحت. تمام. ده اللي يعني احنا شغالين بيهم وان شاء الله ربنا يوفق. يعني انا متوقع ان هم دفعوا حوالي 3 مليون ان شاء الله. الاعلانات حول الملعب اعتقد انها هتعدي 5 كامل. بالنسبه لقطاع الناشئين حضرتك احنا السنه دي عندنا اخذنا ملعب جديد اللي هو ملعب الترتان، وعندنا الملعب الفرعي بتاع النادي المصري بنطوره. حضرتك في تعاون مع مجلس الاداره ان هيبقى في مختصين من مجلس الاداره لرعايه فرق الناشئين؟ احنا قررنا ده النهارده. حضرتك مين اللي هيبقى مسؤول عن قطاع الناشئين؟ هو حضرتك كان بيه بعد كده اجتماع النهارده مجلس الاداره حصل تم. كان مجلس التعارف ولا مجلس القرارات؟ قررنا. طب استاذنك بس بدون دخول في الموضوعات الفرعيه، نعرف القرارات اللي خدها المجلس النهارده ايه؟ بس نعرف الخطوات اللي تمت بالفعل بالنسبه للمجلس الجديد. هو محسن تم تشكيل اولا اعتماد البند الاول اعتماد جميع القرارات المتعلقه بالفريق الاول. ماشي، بالنسبه للجهاز الفني، بالنسبه للتعاقدات الجديده، بالنسبه للاستغناءات اللي تمت، بالنسبه لخطه اعداد الفريق الاول الموسم كله، بدايه الموسم فكره الاعداد. ده كان البند الاول في الاجتماع. بعد كده تم تشكيل عده لجان، مثلا قطاع الناشئين يشرف عليه الباشمهندس عاطف موسى ومعاه الاستاذ ياسر يحيى. تم تعيين الباشمهندس عصام عمر متحدث رسمي لمجلس الاداره. عصام عمر متحدث رسمي لمجلس الاداره. تم تشكيل لجنه الكره برئاسه الاستاذ كامل يعاونه الاستاذ عاطف مبروك. تم تشكيل المكتب التنفيذي للنادي. اللي مش سريع معايا يستناني بعد السحور. المكتب التنفيذي للنادي برئاسه الاستاذ كامل مع الاستاذ الباشمهندس حسام عمر مع الباشمهندس عاطف موسى وبسم الله الرحمن الرحيم الاستاذ ابو العزايم. باختصار شديد اللي تم في اللجان تحديدا هديها لكم، اللي تكونت هديها لكم قبل ما تمشوا ان شاء الله.